في مواقف كتير في حياتنا بنبقى محتاجين حد يسمعنا مش يصلحنا، حد يفهم التعقيد مش يتجاهله. عشان كده رمضان ده بدل الحلقات العادية قررت أعمل حاجة مختلفة. كل يوم هنسأل سؤال واحد: لو كنت مكانك كنت هعمل ايه؟ من غير مثالية ومن غير قسوة ومن غير ما ننسى إن الظروف مش متشابهة. أنا ريهام وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. كل الأسماء والتفاصيل في الحلقات دي تم تغييرها بالكامل حفاظاً على الخصوصية، والمواقف المطروحة بتمثل تجارب شائعة لأسئلة متكررة وصلت لنا، مش أشخاص بعينهم. دينا عندها 35 سنة، عندها شغل ثابت، دخل معقول، أمان نسبي، بس كل يوم بتحس إن في حاجة مش في مكانها. نفسها تغير بس الخوف دايماً سابق الرغبة. بتقول لنفسها: طب لو خسرت، لو معرفتش أرجع. المشكلة هنا مش في الخوف، المشكلة إن دينا شايفة إن التغيير يا كله يا بلاش. لو كنت مكان دينا، أول حاجة هعملها إني أفصل بين التغيير والتنطيط. التغيير مش لازم يبقى مخاطرة كاملة. تاني حاجة كنت هبدأ التغيير على جنب، مش بدل حاجة، لأ جنب حاجة. تالت حاجة هاخد قرار صغير إن أعمل خطوة ما تلغيش اللي قبلها. ده اختياري لو كنت مكانك، مش الحقيقة المطلقة ولا القرار الصح الوحيد. انتي أدرى بظروفك، بس أوقات أأمن طريقة للتغيير إنه ما يبقاش فجأة. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.